الموضوع متشعب تشعب مش طبيعي. ده سكوربيون، ده ساب زيرو، دي سونيا، وده جاكس، وده جوني كيج. Round one. Fight! مين فينا ما لعبش مورتال كومبات؟ مين فينا ما مسكش دراع الاتاري او السيجا وهو عيل صغير وقعد يدوس على كل الزراير مع بعض عشان بس الشاشه تضلم ويسمع الجمله دي؟ Finish him! ساعتها بيحس ان هو عمل انجاز تاريخي، انتصر، مسك الشخصيه اللي قدامه بوظها. قول لي انت كنت بتلعب بمين؟ انا شخصيا وما زلت بلعب بسكوربيون. تخيل شخصيه في لعبه قتاليه عندها حركه لما بيعملها بيختفي ويطلع يضرب الخصم من ظهره، وحتى لو هو واقف بعيد انت بتحدف سهم بحبل تشده تفنشه في نفس الحركه. احنا كبرنا على اللعبه دي، كبرنا واحنا مش فاهمين نص القصه، مش عارفين ساب زيرو ده طيب ولا شرير، وهو ليه سكوربيون بيكرهه قوي كده. كنا فاكرين ان الموضوع مجرد اتنين لابسين ماسكات وبيتخانقوا بس كده، بس لما كبرنا اكتشفنا ان الموضوع اكبر من كده بكتير. ده عالم كامل، عالم فيه ناس وممالك وصراعات بقالها 400 سنه. نقفل بقى قصه السايبر دي ونخش في التقيل اللي احنا اصلا جايين نتكلم عليه. يعني ايه اصلا مورتال كومبات دي؟ عالم مورتال كومبات متقسم لعوالم. عندنا الارض وعندنا العالم الخارجي. العالم الخارجي ده عالم همجي شرير بيحكمه امبراطور ديكتاتور شرير اسمه شاو كان. شاو كان عنده ساحر اسمه شانج تسونج. دول بقى عايزين يحتلوا كوكب الارض، بس الالهه بتاعتهم كانوا حاطين قانون: عشان تحتل عالم تاني لازم تهزمه في بطوله قتاليه، ولو كسبت 10 بطولات متتاليه تاخد العالم بتاعهم عادي. البطوله دي اسمها مورتال كومبات. المشكله هنا ان الارض خسرت 9 بطولات ورا بعض، والبطوله الجايه هي الفيصل. هنا بنروح لفيلم 2021 الجزء الاولاني. المخرج العبقري قرر يبدا الفيلم باعظم واطول مشهد افتتاحي ممكن تشوفه في حياتك. مشهد بيشرح لك القصه. اصل العداوه في اليابان من زمان جدا. بنشوف هانزو هاساشي. هانزو بيسيب بيته وبيروح يجيب ميه، بس في الثواني دي بيدخل ساب زيرو. ساب زيرو ده عشان عيل مش كويس بيخش يقتل عيله هانزو وبيدخلهم الفريزر، والام بتخبي ابنها قبل ما تموت. هانزو بيرجع بيلاقي حياه اهله انتهت والبيت انتهى، كل حاجه انتهت. بياخد بقى السلاح بتاعه ويروح لساب زيرو. دب طخ دب طخ ما يقدرش على قوه الفريزر، فساب زيرو بيقتل هانزو، واول ما يموت جثته دي بتتبخر، بتتحرق في مكانها. ليه؟ لان في نبوءه. النبوءه دي بتقول ان الارض هيتجمع فيها فريق قوي جدا. ده امتى؟ لما يقوم واحد من نسل هانزو. وفعلا في الجزء الاولاني بيظهر حفيد سكوربيون كول يونج. احنا هنقول له يا كول، بطل القصه الجديد. كول ده مش محارب اسطوري ولا نينجا ولا اي حاجه، هو بيلعب في حلبات تحت السلم كده، مراهنات وبتاع. بس كول عنده حاجه واحده بس مميزه، عنده وحمه على شكل تنين مورتال كومبات. لعبه. بص بقى، هم اصلا صناع الفيلم في 2021 كانوا خايفين، قالوا لك احنا لو عملنا الفيلم كله بابطال اللعبه ليو كينج وسونيا وسكوربيون، المشاهد العادي اللي ما بيلعبش اللعبه اصلا مش هيفهم اي حاجه. فقرروا يخترعوا شخصيه كول دي عشان يكون هو عين المشاهد، البني ادم يعني الطبيعي اللي بيتفاجئ معانا بقى بالوحوش والسحر والمهلبيه دي كلها. دي حركه كانت وحشه جدا. انت ليه جايب لي شخصيه جديده متالفه مخصوص؟ ما تجيب لي جوني كيدج يا عم. بس المخرج هنا كان ليه راي تاني، قال لك احنا نخلي كول حفيد سكوربيون في الجزء الاولاني، وجوني كيدج نجيبه في اخر مشهد في الفيلم كده عشان نبيع بيه الجزء التاني. ودي كانت حركه صايعه، برافو. المهم كول ده قاعد في مطعم مع مراته وبنته، وفجاه بقى الجو بيبرد عليهم في عز الصيف، وبيدخل عليهم ساب زيرو النينجا اللي ما بيكبرش. ده جاي ينفذ اوامر سيدو شانج تسونج ان هو يقتل كل ابطال الارض قبل ما البطوله تبدا. وقبل ما ساب زيرو يوصل لكول بيظهر جاكس الضابط الاسمراني اللي عنده نفس علامه التنين. جاكس بيخش بالعربيه يركبهم ويجروا. ساب زيرو ما بيسيبهمش فبيجري وراهم، فبيقرر جاكس ان هو ينزل ويقف قصاد ساب زيرو. ساب زيرو ده غبي، وهنا بتظهر اول فيتاليتي. بنشوف ساب زيرو وهو بيمسك دراعات جاكس يدخلهم الفريزر. كل بيهرب وبيسمع كلام جاكس ويروح يدور على سونيا بليد، وبيدخل المخبأ بتاعها يلاقيها مجنونه ماليه الحيطان قصايص وجرايد واساطير واي حاجه عن مورتال كومبات. سونيا اللي بتشرح لكول وللمشاهد القصه بتقول له ان العلامه دي مش وحمه، دي دعوه للبطوله، ودي بتتنقل من شخص للتاني. لما صاحب الوحمه بيموت القاتل بياخدها. وهنا بنتعرف على اصيع كاركتر في الفيلم كله، كينو المرتزق اللي كل كلامه شتيمه وسف. كينو عنده علامه التنين برضه لانه قتل واحد من المختارين وخدها منه. سونيا ربطاه في الكرسي لانه هو مجرم. المفارقه هنا فين؟ ان سونيا اللي بتدرس البطوله وبتحضر لها ما عندهاش علامه، والبلطجي الاسترالي المرتزق اللي ما يعرفش حاجه عن الموضوع مع الفلاشه. وبيحصل جيم كده في النص وبنسمع كينو وينز. سونيا بتدفع لكينو 3 مليون دولار علشان يوصلهم بطيارته لمكان كده، وده المكان اللي المفروض ابطال الارض هيتدربوا فيه. وهنا بيقابلوا ليو وكونج لاو. جوه المعبد ده الفيلم بيقدم لنا كونسبت كده مهمه قوي في عالم مورتال كومبات، والحاجه دي ما كانتش موجوده في اللعبه. الاركانا. ايه هي بقى الاركانا دي؟ في اللعبه احنا كنا بنلعب بليو كينج بيطلع نار،
بس ما كناش بنسأل ازاي. بس في الفيلم عشان يدي يعني منطقية للسحر ده، المخرج قال ان كل انسان جواه قوة روحية وبس. يعني القوة الخارقة دي ايه؟ مش هدية، دي نتيجة للألم او الغضب او يعني الدافع الحقيقي اللي وراه. في دافع يخليك تطلع القوة الخارقة اللي جواك، وده بنشوفه ازاي؟ كينو مثلا الأركانة بتاعته ما بتطلعش بالتدريب، بتطلع لما كونج لاو بيعصبه ويستفزه، فمن كتر الغضب بتحاول سوبرمان بس بعين واحدة. جاكس اللي انقذوه وركبوا له دراعات حديد صغيرة، لما بيلاقي سونيا هتموت احساسه بالعجز بيخلي الأركانة بتاعته تنفجر، فالدراعات الحديد الصغيرة دي تتحول لدراعات أقوى تقدر تنقذها. المهم الساحر الشرير ما بيلعبش فير، بيقرر يهاجم المعبد اللي هما بيتدربوا فيه قبل ما البطولة تبدأ. وعشان ريدن كان حميب البرق كان لازم حد من جوه يخون. مين هيخون؟ كينو المرتزق اللي بيجري ورا الفلوس، كلب. شانج تسونج بيعرض عليه فلوس كتير، فكينو بيدمر درع المعبد والوحوش بتخش تقتحم المكان وبيتخانقوا خناقه كبيره قوي. سونيا بتواجه كينو وبتضربه بسكينه في عينه وبتقتله. بمجرد ما كينو بيموت علامه التنين بتتنقل لسونيا، فسونيا بقت من المختارين. الاركانه بتاعتها بقى ان هي بتطلع حلقات بنفسجيه كده بتضرب من ايديها. وفي الناحيه التانيه بنشوف فيتاليتي تاني بس مش مهم يعني. وهوب شانج تسونج بيمسك روح كونج لو ويسحبها منه وبيموته قدام ابن عمه ليو. ودي حاجه من الحاجات اللي خلت الجمهور اللي بيلعب اللعبه يقول له يا عم انت ما لعبتش اللعبه ولا ايه؟ ما تهدى. بس الخطر الاكبر لسه ما خلصش. ساب زيرو بيخطف عيلة كول ويجمدهم في الجليد. مش انت بقى حامي الحمى؟ تعالى وريني نفسك. فكول بيروح يواجه ساب زيرو في مكان كده كله تلج. المواجهه مستحيله، ساب زيرو غبي وقوي جدا، كول معاه الخنجر فبينزل عليه نقطتين دم كده. الدم ده بقى اللي هو دم كول، اللي هو دم هانزو. بوابات الجحيم بتتفتح وبيخرج منها بعد 400 سنه سكوربيون. خروج رهيب. سكوربيون وكول بيتحدوا وبيحرقوا ساب زيرو، بيولعوا فيه. سكوربيون خلاص بينتقم لمراته وابنه وبيبص لحفيده ويقول له اعتني بالسلاله. وريدن بيأمر ابطال الارض يتفرقوا في الارض عشان يدوروا على مقاتلين جداد للبطوله اللي جايه دي. بيسافروا عشان يدوروا على جوني كيج. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني بحلو بمره، مش مهم عدى وفات. الجزء الثاني اللي نزل في 2026 ده كسر الدنيا. المخرج قرر يصلح كل غلطات الجزء الاول. انتوا كنتوا زعلانين عشان مفيش بطوله؟ طب خد يلا. تبدا من اول مشهد شاو كان نزل الساحه. المخرج بياخدنا بعيد قوي عن الارض، بره الارض خالص، لمملكه تانية، مملكه في قمه الجمال بيحكمها الملك جيرود. الملك ده بيودع بنته، بيقول لها خليكي شجاعه ومهما حصل اياكي تستسلمي. وبنته دي اسمها كيتانا. وبياخد سلاحه وبيروح يواجه الخطر اللي بيهدد مملكته. الخطر ده مش ساحر بقى زي شانج تسونج، الخطر ده وحش كبير. شاو كان بيدخل دخله اسطوريه للساحر. الملك جيرود بيحاول معاه بس بيودع بدري. شاو كان بيزعل الملك وبيقف في نص المملكه بيقول لهم انا الامبراطور الجديد. في اللحظه دي طفله كيتانا بتقرب من جثه ابوها وهي بتعيط وبتاخد منه شريطه عشان يعني تفضل فاكراها على طول. شاو كان بدل ما يقتلها بيقرر يستغلها، بيبص لها ويقول لها انت من النهارده بنتي، استوعب معايا. شاو كان مش مجرد امبراطور شرير، هو ما قتلش كيتانا، هو خدها رباها وعلمها، اكلها وشربها عادي عشان تكبر وتبقى هي السلاح اللي بيقتل بيه اعدائه. عمل لها تروما، هي بتكبر وتتدرب وبتاكل وبتشرب تحت ايد الراجل اللي قتل ابوها، خد مملكته غصب ومطلوب منها تقول له يا بابا. تفهم احنا فين؟ بص على سيكولوجيه الشخصيه. المخرج هنا بيأسس شخصيه كيتانا عشان لما تيجي اللحظه اللي تتمرد فيها اللي بيتفرج على الفيلم يكون بقى ايه جاي لك في الكلام. السنين بتعدي، كيتانا بتكبر وبنشوفها بتتدرب مع صاحبتها واختها في التبني جيد بتبان ان هي اقوى وممكن تغلب كيتانا بكل سهوله. بس كيتانا بتطلع شريطه ابوها وبتفتكر كلامه ليها فبتاخد قوه غريبه كده وبتكسب في التدريب. جيد ما بتزعلش، بالعكس دي بتدي الكيتانا هديه هتفضل لازقه فيها طول عمرها. نسيب بقى الدراما والدم في العالم الخارجي وننزل على الارض. ريدن ومعاه الابطال عارفين ان البطوله قربت بس ناقصهم بطل مهم جدا، البطل اللي فرشوله اقوى اعلان في تاريخ السلسله، بطلنا المغرور اللي بيعاني من متلازمه المحتال جوني كيج. بنلاقي نجم اكشن جامد قوي بيلعب كاراتيه وكونغ فو وبيضرب العصابه كلها بحركات جامده جدا. بنشوف ان ده كان مجرد مشهد من فيلم قديم بيتعرض على شاشه. جوني كيج الحقيقي دلوقتي حاله مايل، نجم اكشن راحت عليه. بيروح المعارض عشان يبيع صور وتوقعاته للناس بايظه جامد مع الجدعان. فجاه بيدخل عليه ريدن وسونيا بيقولوا له يا جوني انت من المختارين للبطوله اللي هتحدد مصير الارض كلها. جوني بيبص لهم كانهم مجانين هربانين من العباسيه ويسف عليهم. ريدن بقى بيتجنن ويروح خابط واحده كهربا عشان يثبت له يعني ان هو لورد بجد مش هزار. جوني كيدج بيتفاجئ فبيوافق يروح معاهم معبد الارض. هناك جوني بيشوف ليو كينج بيطلع نار وجاكس عنده دراعات حديد قويه. وفي نفس اللحظه بيسمع سونيا بتقول ان البطوله دي فيها موت حقيقي وممكن عادي ما يرجعش منها. فجوني البطل الشجاع قدام الكاميرا بنكتشف ان هو في الحقيقه جبان. بيقول لهم انتوا مجانين ولا ايه؟ لا انا عايز اروح بيتنا. ويقول للريدن يا عم انا ممثل اصلا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. فريدن بيقول له تمام انت وافقت او ما وافقتش لما البطوله تبدا هتروح غصب، ويفتح له البوابه وبيمشي. شخصيه جوني
كيدج في الفيلم ده اضافه عبقريه. الفيلم كله دم، فيلم مأساوي جد قوي. جوني كيدج هو البني ادم الوحيد اللي زيه وزيك، هو اللي بيقول ايه العبث ده، انا عايز اروح. المخرج من الاول كده بيعرفنا على سيكولوجيه البطل. مين هو البطل بتاعنا؟ البطل بتاعنا عنده متلازمه المحتال. جوني طول عمره بيمثل ان هو بطل، بس لما اتحط في موقف حقيقي اكتشف ان هو ولا حاجه. رحله جوني في الفيلم ده مش رحله واحد عنده عضلات وبيلعب كاراتيه، دي رحله اثبات ذات. ازاي الانسان العادي الممثل الجبان ده هيتحول لبطل حقيقي ينقذ الارض كلها. على الجانب التاني شاو كان ما بيعتمدش على قوته بس، بيقول للساحر شانج تسونج ان هو يجيب تميمه سحريه بتدي صاحبها قوه كبيره جدا لا تقهر. التميمه دي اللي سرقها كينو اللي مات في الجزء الاول. طب ازاي هيجيبوا التميمه من كينو اللي مات؟ هنا بيظهر ساحر الارواح كوان شي. ما بيرجعش كينو بس، كوان شي بيرجع شخصيه تانية من الموت، بيرجع كونج لاو. بس ما بيرجعش شاولن، بيرجع زومبي. شاو كان هو اللي بيتحكم فيه. كينو بيرجع بس بيرجع بطبيعته. والبطوله الرسميه بتبدا. جوني كيدج الهربان فجاه كده بيتسحب ويلاقي نفسه اول مواجهه ليه بتكون مع الاميره كيتانا. جوني داخل يهرج بقى كده وبتاع، كيتانا بقى بتخلص الكلام بدري بدري، تمسح بكرامته الارض ويفضل واقف دايخ كده، وشاو كان واقف بيتفرج ويقول لها كده. المخرج حاطط اللعبه زي ما هي، بيسمع الكلام. مش انتوا عايزين اللعبه بالظبط؟ اهو خدوا اللعبه بالظبط كلها. بس في اخر لحظه كيتانا بتسيبه يقع كده وما بتعملوش اي حاجه. بالليل كيتانا بتروح المعسكر السري بتاع ريدن. جوني بيشوفها ويقول لهم هي دي اللي مسحت بيها البلاط. بس ريدن بيقول لهم الحقيقه، كيتانا بتشتغل عميل مزدوج، جايه تقول لهم ان شاو كان معاه التميمه. في نفس اللحظه دي بيتصدموا بزياره غير متوقعه. كونج لاو الميت بيظهر قدامهم وبيغفل لورد ريدن في مشهد جامد جدا، ويدخل كوان تشي وشانج تسونج يسحبوا قوه ريدن جوه التميمه ويروحوا يدوها لشاو كان اللي بيستعملها وبيتحول لكيان قوي ملوش حل. وهنا بقى الجيم الجاي، جاكس بيواجه جيد وبيغلبها وبيسيبها عايشه كده وما بيقتلهاش. الناحيه التانيه بطلنا بقى بتاع الجزء الاول كول اللي هو حفيد سكوربيون بيخش يواجه شاو كان. كول بيطلع كل اللي عنده، بس شاو كان قوي جدا وبيلم بسرعه وبيمسح بكل الارض وبيخرجه من الفيلم خالص. ودي حركه صايعه من المخرج. كول خد مساحه اكبر من ابطال اللعبه اصلا. فالمخرج في الجزء الاول قال لهم ماشي ولا تزعلوا نفسكم، انا هخلي شاو كان يطحنوا ويركنوا على الدك، انا هسيب لكم ابطال اللعبه زي ما انتوا عايزين. وده راجل بيحترم الجمهور بجد. هنا بقى بنوصل للمواجهه الاهم. ليو كينج بطل الارض بيواجه كونج لاو الزومبي اللي غسلوا له دماغه. اتفرج على الاكشن من اول المشهد، انت بتتفرج كانك ماسك الدراع وبتلعب. في الاول ليو ما بيرضاش يعمل له حاجه، بس كونج لاو بيعمل حركته السريعه ويديله بالقلم على وشه. فليو بيتعصب ويقول له بلاش انا، فيحدفه بالورنيطه فيولع له فيها فيطفيها. ويبتدوا بقى يحدفوا حاجات على بعض ويضربوا بعض، فالبورنيطه تسخن ويرميها فتلف حواليهم تبرد نفسها وتيجي تضرب ليو فيضربها. ده اجمد واحد في الارض، عايز ايه يعني؟ بيضرب اي حاجه وبيضرب كل حاجه وبيضرب كونج لاو، فبياخد البورنيطه ويحدفها عليه فيطلع يعمل دبل كيك كده جامد قوي في الهواء ويثبت البورنيطه في الارض. بس كونج لاو بيشغل المنشار، مفيش حاجه بتفلت منهم الناس دي. في اخر الجيم ليو بيلاقي نفسه قدام خيار واحد بس، يا اما يموت هو والارض تتدمر، يا اما يهزم اخوه ويبقى يشوف بقى يعمل ايه ويفنشه ويقول له ما تزعلش انا هدور على اي طريقه عشان ارجعك. هنا بنرجع للمعبد. الابطال بيتجمعوا تاني، بيلاقوا ريدن ما بيتحركش. بيفهموا ان الحل الوحيد عشان ريدن يرجع لقوته ان هم يلاقوا التميمه ويدمروها قبل الجوله الاخيره. وبيعرفوا مكانها جوه قصر شاو كان، بس عشان يدخلوا القصر لازم يعدوا على براكه. بيروحوا البراكه. ليو كينج بيقول للبراكه احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقلب شاو كان. فبراكه بيقول له هو انت معاك جيش؟ فيقول له لا انا اجمد بطل في الارض، فيسيبه ويمشي. جوني كيدج بيستفزه ويقول له انت خايف منه عشان هو يعني اقوى بطل في الارض وكده، وخايف من شاو كان، ولو انت جامد وافق على الفايت دي. فبراكه بينزل له ويقول له انا موافق بس هلعبك انت. جوني بيخاف، بيروح لاصحابه يقول لهم انتوا ايه بتهزروا ولا ايه؟ ده انا اصلا ممثل، انا ماليش في الكلام ده، انا عندي دوبلير بيعمل المشاهد الخطر بدالي. وبراكه ما بيستناش. في وسط الكلام كده بيبتدي الضرب. براكه بيمسح بجوني الارض وجوني بيقع الوقعه دي، بيقع متكسر ومطرب ونضارته واقعه وحالته زباله. وسونيا بتقول له قوم ده جاي، فبيمسك نضارته ويقوم. وهو بيقوم كده بيسمع صوت سونيا وهي بتقول له انت ممثل، مثل بقى مش انت البطل، عيش الدور. اتفرج على العبقريه في الكتابه، شوف تحول الشخصيه. شخصيه جوني كيدج في الفيلم احلى من شخصيه اللعبه بكتير. المخرج هنا بيلعب على فكره فيك ات تيل يو ميك ات، اكدب الكدبه وصدقها. جوني كيدج بيتحول، بيفتكر ان هو نجم نمبر 1 وساعتها بس الاركنه بتاعته بتشتغل. بيبدا يستخدم حركاته اللي هو بيعملها في السينما في الفايت ويضرب براكه الضربه الايقونيه بتاعته اللي في اللعبه. براكه بيبص له ويقول له ده اجمد فايت شفته في حياتي، انت لازم تعلمني اسلوبك ده. فجوني بيقول له اكيد هعلمك بس خلينا نخش نشوف التميمه عشان الارض بتروح مني. فبيدخلوا القصر وكل واحد بيروح في اتجاه. ليو بيلاقي التميمه ويدخل عليه شاو كان ويحصل فايت جامد قوي ويقعدوا يضربوا في بعض كده لحد ما جاكس يدخل عليه. فليو يغمز له كده ويقول له ولا هي دي التميمه يلا، وبيكسر القفص ويروح شاو كان يمسكه يفرمطه. فتدخل سونيا تتضرب وجاكس بيتضرب وليو اتضرب خلاص. فيدخل جوني عشان يمسك
ماسك التميمه، فيطلع له مين؟ بيهان ساب زيرو اللي مات في الجزء الاول، رجع من الجحيم وبياخد التميمه ويختفي، وشاو كان بيفنش جاكس ويقول لسونيا انت اللي بعده. وفي اللحظه اللي ما فيهاش اي امل دي بيظهر المرتزق كينو الخاين الاعظم، بياخد جوني ويروحوا لمعبد ريدن، فريدن بيقول له بصوت واطي كده انت عايز ايه يا كينو؟ فكينو بيقول له شاو كان ده مجنون وهيدمر الكوكب، وانا بصراحه شايف ان مصلحتي معاكم انتوا وهساعدكم ان انتوا تكسبوا. كينو هنا بيجسد الانتهازيه المطلقه، راجل ملوش مله، ملوش انتماء غير لمحفظته وبقائه على قيد الحياه. شخصيه كينو هنا بتعمل توازن عبقري مع المثاليه اللي عند سونيا وليو كينج وبتاع. انت محتاج واحد ندل في الفريق علشان يفهم ألاعيب الندالة بتاعت الأشرار. حلو الفيلم ده. كانوا بيقول لهم أنا عارف التميمة دي راحت فين، ساب زيرو خدها ونزل بيها الجحيم، وإن هم عشان يجيبوا التميمة لازم ينزلوا الجحيم. ريدن بيقول لجوني وكينو عشان تنزلوا الجحيم انتوا محتاجين جايد، فبيبعتهم لمين؟ لسكوربيون. فبينزلوا الجحيم يلاقوا سكوربيون، فبيقولوا له احنا بعتنا اللورد ريدن عشان تساعدنا ان احنا ننقذ الارض. سكوربيون بيقول لهم لا والله معلش انا اسف، انا انتقمت لعيلتي خلاص وما يهمنيش بقى قصة الارض دي، انا قاعد هنا في عذابي فمش فارق معاك الكوكب بتاعكوا ده في اي حاجة. بس كانوا الصايع بيتدخل، ساب زيرو اهو ده لسه عايش وهو ده اللي معاه التميمة اللي احنا عايزينها. سكوربيون بيتحول، الغضب اللي كان هادي جواه رجع يولع من تاني، وهنا بيظهر الجحيم الحقيقي وبياخدهم ويروحوا لساب زيرو. في اللحظة دي التعبان شانج تسونج بيكتشف ان الابطال نزلوا الجحيم، فبيبعت جيد عشان تحمي التميمة بأي تمن. هو بقى بيعمل ايه؟ بيستغل ان ريدن ضعيف وبيروح له المعبد عشان يشوف هيعمل معاه ايه. والمعركة النهائية اتنصبت يا معلم، البطولة فاضل فيها جولة واحدة والساحة مقسومة نصين. ننزل جوه الجحيم هتلاقي سكوربيون بيلاقي ساب زيرو ويبتدي الفايت الأعظم في الفيلمين. ساب زيرو لما رجع من الجحيم رجع في شكل نوب سايبوت، الشبح اللي بيخدم الظلام بكل معنى الكلمة. احنا بنتكلم على تطور وتصعيد مرعب للشخصية، بقى شبح شرير، بقى بيتقسم اتنين. كانوا وجوني كيدج بيتضربوا من النسخة بتاعت نوب سايبوت، وسكوربيون بيدب في ساب زيرو بيعمل حركات جامدة قوي ويبعتهم بعيد ويجيبهم تاني ويفنش النسخة. نطلع بقى من الجحيم نروح للبطولة. بطل الأرض الأعظم ليو كينج ومعاه سونيا واقفين قدام الإمبراطور شاو كان. المشكلة برضو إن شاو كان ده غبي، بيضرب ليو وبيضرب سونيا، وفي الخلفية كيتانا مربوطة. بتتفرج بقى على القصة دي كلها. ليو كينج بيسحب شاو كان بعيد عن كيتانا ويشاور لسونيا تروح تفكها، وقبل ما سونيا تفكها شاو كان بيفنش بطل الأرض الأعظم. بس قبل ما ليو بيموت بيبص لشاو كان ويقول له أنا مكاني مش هنا، ده أنا هروح أجيب كانج لو واجيلك، ويطير في السماء. المخرج هنا كسر الكليشيه، احنا متعودين ان البطل هو اللي بيضرب الشرير في الاخر وخلاص والموضوع بينتهي والناس بتخرج من السينما مبسوطه. بس المخرج هنا قال لك لا، ليو ده هيتهزم. ليه يا عم؟ هو انت لازم تبوظ كل حاجه؟ قال لك لا. قال لك ايه؟ دي مش قصه بطل فردي، دي قصه فريق، والهزيمه دي هتفتح الباب لشخصيه تانية عندها دوافع تانية خالص وتستحق اللقطه. سونيا بتفك كيتانا وتقول لها فايت. شاو كان بيشوط سونيا ويخرجها من الشاشه خالص ويقول خلاص الارض بقت بتاعتي. تدخل كيتانا وتقول له لا يا حبيبي لسه فاضل واحد، انا اخر محاربين الارض وهلعب باسم الارض. في اللحظه دي بقى كينو وسكوربيون وجيد بيحاولوا يدمروا التميمه تحت في الجحيم وبيضربوها بكل قوتهم وما بتتكسرش. وفوق الارض شانج تسونج بيستغل ان ريدن ضعيف وبيقرر يقتله، بس ريدن قبل ما يموت بينده لجوني كيدج فويس اوفر كده، وهنا بقى بتحصل الصحوه. جوني كيدج بيقوم والاركانه بتاعته اللي هي الطاقه الخضراء دي بتنفجر من جواه بشكل مش طبيعي، ما بقاش مجرد ممثل اكشن، ده بقى محارب. فبياخد كل الطاقه دي ويلمس التميمه يكسرها 100 حته. بمجرد ما التميمه بتتدمر السحر بيتفك، وفجاه عينين ريدن بتنور ويقوم ويخبط شانج تسونج بيطيره من غير اي مجهود. عوده الكهرباء. نرجع لكيتانا وشاو كان. كيتانا بتخبط شاو كان خبطه في السنتوف، وشاو كان بيكتشف ان هو ما بقاش بيلم بسرعه، التميمه اتكسرت خلاص، ويكملوا الجيم. فتضربه شويه فيمسكها يخنقها. كيتانا بتغيب عن الوعي وبتسمع كلام ابوها فويس اوفر برضه. احنا هنا اي حد بينام في الفيلم ده بنصحيه فويس اوفر، والغضب المكبوت من سنين بيطلع وتقلع شاو كان الماسك وتعمل له فيتاليتي. كيتانا بتبقى ملكة ايدينيا. بنشوف جوني كيدج قاعد مع براكة بيألف لهم قصة كده ما حصلتش، ويقول لهم ان هو بطل الابطال وان هو اللي قتل شاو كان وكل كان بيستخبى وراه. وفجأة بيظهر ريدن بيقول له انت بتبالغ شوية يا جوني، انت كداب يا اسطى. وتخش عليهم كيتانا وجيد. فجوني يقول لهم في ايه؟ هي في بطولة جديدة؟ يقولوا لجوني لا، المعركة لسه ما خلصتش، احنا خسرنا كتير قوي في البطولة دي ولازم نرجع ابطالنا اللي وقعوا. وجوني بيسألهم هو احنا هنرجعهم ازاي يعني؟ فريدن بيقول له احنا قدرنا نمسك كوان شي ساحر الارواح وهو ده اللي هيساعدنا. الفيلم بيقدم لك رسائل، بيخليك تشوف نفسك في الابطال. ليه مورتال كومبات عاشت كل ده؟ لانها عمرها ما كانت مجرد لعبة ضرب، من لعبة اتاري كانت بتخلي الناس تترعب من شكل الدم لحد فيلم سينما مكسر الدنيا عمل في اول اسبوع 63 مليون دولار. برافو. لو الفيديو ده كيفك انت عارف انت هتعمل ايه. سلام.